النجار اللي داير فيها مهندس ديكور وكيتسنى العيالات يصرفوا عليه وعلى ولادو، وراه محشي في العيالات كيتسنى نسيبتو تخرج من الحبس باش تصرف عليه. هو خاصو اللي يعطيه النفقة. بقات في اللحية يا ودي على اللحية يا ودي، والمقبقب عندك اللحية وما حشمتيش، ويلي وطلعتي ما في يديكش. خوتي ديروا لينا لي لايك الفيديو، البارطاج والتعاليق اخواني اخواتي، ونتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم في اتم الصحة والعافية. لايكات، البارطاج والرأي ديالكم في خانة التعاليق. يا سبحان الله، في اغلبية المشاكل ديال المطلقات كتلقى الام مسكينه اللي هازه الدقه بالمزيان، كتلقى الام هي اللي مقصحه والرويجل هذاك بركه عليه غير يدير فيها واعر، كيطلق ليها حتى الدراري ويمشي يقلب على مرا اخرى يعاود من الاول. تماما فحال اللي دار هذا النجار اللي قال لك مهندس قد الدنيا، مهندس ديكور، وكل مره يورينا حاجه. هذا من تصميمي وهذا من صنع ايدي، والعالم كله عارفه، غير مخبي في العيالات كي ياكل وكيشرب ولاعب دور الزوج المثالي. هادشي كلشي كيعرفو، داكشي د الافلام تاق الدور، تاق ليهم الدور، هما داكشي اللي بغاو. بغاو داك الزواج ديال الافلام ديال كيني ميني اخواني اخواتي. ايوا هو كيفورنيو عليه العيالات باش يمثل على اكمل وجه، باش الدور يكون متقون اخواني اخواتي. هذه رساله لك السي المقبقب، فهمتي؟ انت مطلق الزوجه والولده، شنو ذنبو؟ علاش داي الذنوب ديال ولدك على كتافك؟ علاش مقلد بهاد الذنوب ديال ولدك اللي ما تصرف عليه، ما تعرف واش واكل ولا ما واكلش، ومبلوكيه؟ لا، الواعره هي انك مبلوكي الابن ديالك. انا ما عمري ما شفت شي اب ولا شي ام كيبلوكيو ولادهم على قبل باش ما يعطيوهمش النفقه. الوليد اللي باقي طفل ومحتاج لباه، محتاج للاب ديالو، كيشد مسكين التصويره ديال باه ويبقى يبوس فيها ويعنك فيها، كان النيف ديال الولد كيحطوا على نيف باه في التصويره. والاب مبلوكي الابن ديالو في الواتساب، مبلوكي في المكالمات، مبلوكي في الانستغرام، مبلوكي في الفيسبوك، عايش الحياه. واش في نظركم هاد الاب علاش غيبلوكي هاد الابن ديالو؟ علاش غيبلوكي اخواني اخواتي؟ هاد الولد شنو دار ليك اللي غتبلوكيه؟ ولدك مسؤول عليه، علاش غتولدو مني غتبلوكيه؟ علاش ولدتيه منين عارف راسك واحد النهار غتبلوكيه وما غتبقاش باغيه؟ واش ما كاينينش الكينات عباد الله اللي تشربوا لعيالاتكم باش ما يولدوش الضحايا؟ هذا ضحيه ديال واحد الاب اللي هو غير مسؤول، ما يصرف على ولده، ما يسول فيه، ما يصيل معاه صلة الرحم، ما يعرفو في عيد، ما يعرفو في مناسبة، ما يعرفو واش واكل ولا ما واكلش، ما يعرفو في تمدرس شرا كتوبة ولا ما شراهمش، قرا ولا ما قراش. راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الرجال ديال اخير الزمان واش هادو رجال هادو؟ اللي يسمح في ولده ويبلوكيه من الفوق، هذا راجل؟ هذا تنتظر منه الخير. الزوجه ديالو اللي كطمح انها تولد معاه وليدات، واش اللي غير مسؤول كيولدوا مع النساء، كيولدوا مع العيالات؟ ما نولدش معانا، نولد معاه ضحايا اخرين. ايوا لا غتولدي معاه اللي مزوجه به، عارفي راسك غتصرفي على ولادو وغتصرفي عليه حتى هو، وزيدي هاد الاولاد اللي غتولديهم معاه تا هما ضحايا على الضحيه اللي سامح فيهم بلوكيه، مبلوكي ولدهم، بلوكي كبتو. انا بغيت غير نعرف المقبقب وسطيلو، بغيت غير نعرف لاش هذيك اللحيه، لاش داير هذيك اللحيه؟ من اجل التزيين فقط، ماشي عربون عن الرجوله وعن النخوه وعن الشهامه اللي كتكون في الراجل وكتكون كيتميز بها الراجل. دايره غا تصويره غا ديكور. دابا اللحيه راه خاص ديرها نجلاء التونسيه، هي اللي خاصه دير اللحيه، هي اللي ما سمحتش في ولدها وقايمه بالواجبات ديالك اللي انت خاصك ديرهم كأب في حق ولدك. ويلي على الرجاله تاع اخر الزمان. مشات الهيبه اخواني اخواتي، مشات الهيبه. هذا محشي في العيالات باش يفورنيو عليه،
اللي كيقول لك هو مهندس ادي الدنيا، مهندس ديكور. وراه قالت ليه صرف على واعطي النفقه للولد. سمعوا اش قال لها. ملي قطع النفقه نسيت ماما وجيت نحكي معاه وقال لي راني سالغيه في شركه وليت نتخلص بالشهر وراني ما عنديش. تفهمت الموضوع وما حاولتش نزيد معناها، وقلت الدنيا بخيتو ولا تيجي يحتاج وكل واحد وظروفه. التمست ليه العذر. شوفوا الزوجه الصالحه اللي كيخليو الزوجات الصالحات يخليو بنات الناس ويمشيو يطيروا مع الطيور. قالت لك تفهمات الوضع ديالو، تفهمات الظروف ديالو. منين قال لها انا غير موظف في شركه وما نقدرش نخلص لك النفقه. قالت لك راه ملتاج وكيحتاج. التمست ليه العذر وهو ما عقلش عليها. لاح ليها الدري تربيه، تخدم عليه وتصرف عليه وتكبره، وهو ما عقلش عليها، ما سوقش ليها، ما عاوناش لا بصغيره ولا بكبيره. في ليله ونهار انقطع البث وما عادش حتى حس وحتى كي يحكي معاه ولدي يحاول يتحصل عليه ما يقدرش. وما نحبش نقول الكلمه نتاع بلوكي، اما بلوكها في انستغرام واتساب بارتو، فيسبوك بارتو. هذا هو المطلوب معناها. انا كي قطع النفقه وبعد قال لي راني ما عنديش، كنت متفاهمه الموضوع، ما حاولتش قطع النفقه. ملي قطع النفقه نسيت ماما وجيت نحكي معاه وقال لي راني سالغيه في شركه وليت نتخلص بالشهر وراني ما عنديش. تفهمت الموضوع وما حاولتش نزيد معناها، وقلت الدنيا بخيتو ولا تيجي يحتاج وكل واحد وظروفه. والله خويتي ما يستاهلك، يستاهل شالوط هي اللي تجي معاه. يستاهل لي تقاد ليه المطاوي تقاد ليه المطاوي وتجيب ليه الطرحه هي هذيك. داكشي اللي كان مدوزو على هاد البنت من قميع ومن شلا حوايج. وهو اللي يدوي مع الصحافه، وهو اللي يتكلم، وهو اللي واعر، هو اللي يفهم في كل شيء. هي دائما خاصها تكون ساكته، خاصها دائما تكون ساكته، كتشوف وساكته. ايوا دابا ها هي كتشوف فيه على عينيها. كيدوزوا عليه دوك اللي مدوزات الحروب كيدوزوا عليه بالمزيان، ما يقدش يفنفن، ما يقدش ينفنف. ترى ولدو بلوكا كبتو بلوكا ولدو دار لي بلوك. ما عرفوا بنفقه، ما عرفوا بيتا مدرس، ما عرفوا بكسوه، ما عرفوا واكل ولا ما واكلش، ناعس ولا ما ناعسش. ما عقلش على ولده بلوكاه. كنشوف انايا غير القصه ديال منى السابر كتعاود، كنشوف نفس القصه كتعاود. وكيف ما شفتو في اللايفات ديال المترتر منين مشى للبحرين، راه قال لك كانوا ما كيخليونيش نشوف ولادي، ما كانوش كيخليوني نصيل الرحم مع وليداتي. واه منهم فيهم كيقولوها منهم فيهم. دابا كنشوفوا نفس القصه مع ستايلو اللي مبلوكي الدري ديالو، ما كيعرفوا لا بكبيره ولا بصغيره. هي خرجت ليه الطليقه ديالو عبر منصه صحفيه اللي هي شوف تيفي، ضرب ليه الطر المطرطر. ونيت هادشي اللي خاص يكون. دوي على حقك، دوي على حقها، ودوي على حق ولدك. على مالو مخصوص، على مالو مخصوص يا ويلي. الا ما عندوش هو يخلصوا عليه اللي شادينه، ما مخصوش، راه ولدو هذاك، فهمتي؟ وشو خرجي وتكلمي على حقك وحق ولدو. على ما فحالوش، على مالو جالس بالجوع. راه كل مره فوطيل مفطح. شي مره ما يمشيش للوطيل وصفت فلوس لوطيل لولدو، يقول لي هاكا ولدي باش تعيش، هاكا ولدي باش تاكل وباش تصرف. على الاقل يهز التليفون ويسول في ولدو واخا بالتخبيه. يا ويلي هادشي غتحاسبوا به عند الله سبحانه وتعالى. اللي يعجبوك عف سطورياتهم الظالمين المظلومين، يا ربي تاخذ حقنا والدعاوي. ويلي كيوليو مؤمنين وقال لك بغاو حقهم والناس ظلموهم وظلموا عليهم. ايوا حتى شي واحد بعقله ما كاين في هاد العائله هادي ولا في التصيله هادي اللي في قد خاين هذا يقول ليه سير صايل الرحيم مع ولدك، سير صايل الرحيم مع ولدك اللي من صلبك هز كنيتك. اويلي حي نتوما ما كاينش شي عاقل في التريكه اللي نوض ينقض هذا الراجل هو اللي بقات في اللحيه. ترى اللحيه ولاو خاص يديروا عيالاته اللي خاص يديروا اللحيه. ما هو
عام الله طاحنيني، عام الله ترى ما جاتش عليك. من حقك اختي تخرجي وتكلمي على حقك وحق ولدك وصوتك يوصل. السيده دارت الدعوه ديالها ديال النفقه في جويي، يعني في شهر 7 اخواني اخواتي دارت الدعوه ديال النفقه ديالها، ولكن ما عرفت لا فين تجي ولا فين تمشي، ما وصلت حتى شي حاجه، هو ما وصلته حتى شي حاجه. السيده كتشوف راسها هازه مسؤوليه كبيره غير بوحديتها، راه هي مرا، غا مرا هي، راه غاوليه، هي راه ربي وقالها الرجال قوامون على النساء، راه مسكينه ما ليها جهد، ليها الله سبحانه وتعالى وليها الناس اللي يقدروا يعاونوها. صافي الحل الوحيد هو مواقع التواصل الاجتماعي. دارت الدعوه ديالها، ما توصلت هي بتا حاجه، هو ما توصل بتا حاجه، باقي كيتبورد عليها. ولدها مصدع على راسها كل مره بغيت بابا كنصوني عليه ما عندوش، عيات ما دير الاعضاء، عيات ما تختلق اكاذيب باش ما تخسرش الصوره ديال داك الاب المثالي اللي في العينين ديال الابن ديالو. ما بغاش توسخها. شوفوا المراه كيفاش دايره، شوفوا الام عباد الله، شوفوا هاد السيده هادي اللي انا والله العظيم الا كنحترمها وكنقدرها على هاد التربيه وعلى هاد الاخلاق. والله يرحم الكرش اللي تخبطات فيها هاد البنيته، قسما بالله لا راه لا حول ولا قوه الا بالله. لهاد الدرجه ان بات ولدك ولا بات بنتك تلقايها مبلوكي لك الدري ولا الدريه، وتبقاي هكاك كتوهمي الدري انه راه باه ما مبلوكيش، وانه باه غير مشغول اولا مسافر اولا داير اولا مريض اولا تختلق اعذار الابن ديالها باش ما يتعقدش. وهذا الشيء هو اللي تنقلبوا عليه. كيف كفانا من الامهات اللي كيكبروا عقد نفسيه في الابناء ديالهم، كيكبروهم في عقد نفسيه وتكبروا فيهم عقد نفسيه وكيخسروا لهم النفسيه ديالهم وتيدمروا لهم النفسيه ديالهم. هادشي ما بقيناش قابلينه. هادي امي تاليه قسما بالله اللي شانو عظيم، ومن حقها انها تخرج بالتصريح. علاش اللي ما يقلبش على ولده؟ علاش اللي ما يسقسيش على ولده؟ تزوجتي من حقك تزوج، سير الله يسهل عليك، ولكن ماشي من حقك ما تسولش على ولدك، وماشي من حقك ما تعطيش النفقه للابن ديالك، وماشي من حقك تبلوكي ولدك. انت مسؤول عليه، حامل الاسم ديالك، تكون بولدك وتعرف ولدك وتسول على ولدك وتصرف على ولدك. راه هادشي راه الله يسر، هادشي راه لا يبشر بالخير، راه هادشي ما صالح لا لهاد الطليقه ولا للزوجه ديالو اللي طامحه انها تولد معاه. راه هاد السيد هذا كيف ما دار اللي قبل منك غيدير لك تانتي، وديك الساعه غتخرجي تبكي علينا وتقولي ما صدقش وحقا راه حصلتو مع وحده كيف ما اختك حصلات الطليق ديالها مع وحده. داك الفيلم كامل في الاخير كتلقاوهم يغدروكم لان اللي فيه الغدر يغدر ولو بعد حين يغدر. سبحان الله العظيم تكون فيهم ديك الشيء، ديك الغريزه ديال الغدر، خاصهم يغدروا ربي كبير. عمر الغدار ما كيتوب. الناس اللي كيلوموا هاد البنت هادي، هاد النجلاء التونسيه، وتيقولوا لي ان الامور كتعالج في السر وماشي في العلن. السيده عيات ما تواصل مع الطليق ديالها، مبلوكي ليها الدري ومبلوكيها هي، فين غتواصل معاه باش تحل الامور الشخصيه ديالها مع الطليق ديالها بخصوص هاد النفقه اللي ما تينفقش على ولده؟ فين غتلاقى بهذا الراجل وهو مبلوكيهم كاملين، مبلوكي كلشي، مبلوكي الطليقه ومبلوكي الابن ديالو. هي مسكينه ما تتهضرش على راسها، هي بلوكيه حتى العام اللي ما عنده بواه، ولكن ولده يخلص ليه شروطه ويبلوكي ديك الساعات. خلص الشروط ديال ولدك وبلوكي. والنهار يكبر ولدك غيعرفك ما كتسواش وما غيعرفك قد من هنا ليه. واش عند بالك انه لا انت ولا اللي بحالك، واش هاد الرجاله عباد الله عند بالهم هاد ولادهم ما غيكبروش؟ هاد الولاد ما غيفهموش انه راه باواتهم ما يسواو ما يصلحوا، تكرفسوا على ماواتهم. راه كتكبروا العقد النفسيه في ولادكم. هي الام كتصلح ولكن الاب تيفسد. هو شنو تالين
بغيتي تبقى انت داير غادي على هاد الخطى هادي، غادي على هاد الطريق هادي، وغتمشي لحبيب بيس، ما غتخلصش النفقه غتمشي لحبيب بيس. الناس المسؤولين والناس اللي كيفهموا في القانون غيتواصلوا مع الطليقه ديالك وغيفهموها وغيحلوا لها عينيها وغيوريوها منين غتدخل ومنين غتخرج، وبالقانون داكشي مسطره قانونيه، ومن حقها ومن حق الابن ديالك انهم ياخذوا حقهم عن طريق القانون. ايوا ديك الساعه انت غيتحكموا عليك اموال طائله، اموال طائله لما خلصتيهمش حبيب بيس. ايوا شكون يخلصهم عليك؟ وانت غا موظف موظف دريويش مسكين ما فحالكش وخدام في الشركه وما عندكش، مسربين هاد التريك هادو لشي بعضين. قال لك حقا النفقه كان كينفق على ولده وكان كيعطيه 6000 درهم في الشهر، 6000 درهم، وعندهم ما يفيد وعندهم داكشي بالدلائل وبالرواسه انه كان كيخلص النفقه ديال ولده 6000 درهم شويه تقطع. قال لك دارت ليه هي شي مشكل ما مشكل وقطع مع النفقه، و6000 درهم بزاف بزاف. الشريف لا هادشي كان فعلا صحيح نجاوبك عليه، 6000 درهم ولا 7000 درهم ولا 15000 درهم ولا 30000 درهم ولا ما عرفت شحال، نديرو حنا الزيرويات اللي نديرو القانون واحكم بالنفقه على انت اشحال كتخلص. فهمتي؟ الموظف دريويش، اللي مسكين عطال بمعاشو، اللي كلا الطليق تعقله وقال انا ما عنديش، اللي مسكينه ما قدتش تقول شحال المبلغ ديال النفقه، متحفظه على شي حاجه اللي ما خاصهاش تقولها. فهمتي؟ كطالب حق ولدها وكتقول لك بغيت النفقه وراجل ما تيجاوبش ولده، ما قالت فيك جدك، ما قالت فيك تصيلتك، ما قالت فيك تسوى ما تسواش، ما قالتش فيك كلمه ديال العيب، كتكلم على حقها وما توصلهاش ما توصلهاش. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ يخرج لها المخزن 6000 درهم من حقها. شوف انت شحال كتخلص. النجار اللي مسمي راسو مهندس ديكور، هذا من صنع ايدي وهذا من تصميمي. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ غتحط على بمتني وبالمثلث وبالمربع، غوجد، وإلا ما عندكش عوجد الميزيط، وجد الميزيط والى الحبيب بيس. انا كاتبه ليا غدير ما دار المرحوم المترتر بقى متبع الزوجه ديالو، متبعها سمح في ولاد وسمح في اللي ليه واللي عليه، سمح في تريكتو في اصلو ومفصلو، وفي الاخير منين ختنا دارت ليه القالب وصيفطاتو في حالاته، ما لقى والدين، ما لقى ولاد، ما لقى حتى شي حد، ضاعت لي حياته. ايوا شتي؟ ايوا سير سول في النسل ديالك، سير سول في ولادك، سير سول في اللي عيدوموا لك وفي اللي غيعرفوك وفي اللي غيقوموا بك. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ وخلي وجهك نقي مع سيدي ربي، لان داك الولاد اللي كتولد راهم على رقبتك الى يوم الدين، وانت اللي مسؤول عليهم.